الحضور نتاع اليوم وراه برشا محبة لبن زرد ومحبة لمهرجان بن زرد الدولي. نحب نبدا بالتقييم تاع دورة 41 اللي ناجحة في مستوى انتظارات برشا نظرية وبرشا توانسة، لكن احنا ما كناش راضيين بالنتائج اللي وصلت لها جمعية مهرجان بن زرد الدولي. الأرقام كانت في أحجام كبيرة، 120,000 إنسان مواطن اقتطع التذكرة متاعه في 17 عرض، فيهم 5 عروض سولد اوت. كي نحكيو على سولد اوت في مهرجان بن زرد والجمعية أقرت إنه ما نهبطوا حتى سولد اوت نتاع فنان يجي يقول بالله ما يسالش 200 تذكرة مازال ولا 300 هبط لي سولد اوت، ويعرفوها المتعهدين والفنانين اللي يخدموا معنا الكل انه السولد اوت ما يهبط كان سولد اوت حقيقي. قلنا 5 عروض بانماط موسيقيه مختلفه. او نيفو فينونسيير معناها الموازنات الماليه، حققت الدوره اكبر مرابيح، واللي هو مش دوره ماهوش ربحي، لكن موازنات ماليه ممتازه وممتازه جدا. والاشغال اللي قمنا بها سواء في الدوره السابقه ولا في الدوره هذه، لانه عار على مهرجان دولي كيما بن زرد الفنان ما يلقاش احسن بلاصه يجم يقعد فيها يبدل فيها حوايجه، ما يلقاش سين محترمه، ما يلقاش دي كوليس محترمين كيف رواد المهرجان. الاشغال هذه واللي برشا ناس اللي يتكلموا في التراكن، كل حال انا نتكلم قدام اعلام تونس كل، كانت بلديه بن زرد هي الممول الاساسي والجمعيه مولى، والجمعيه كانت طرف، واحنا دورنا باش نحافظوا على المنشآت نتاعنا، لانه مسرح لواء التلق ببن زرد هو موضوع على ذمه المهرجان لمده 6 اشهر، وهذه الشراكه بين بلديه بن زرد وبين المهرجان خلاتنا نخدموا في خدمه كبيره. الدوره كانت ناجحه على خاطر كل الاعلاميين عاونونا، على خاطر كل الفنانين عاونونا، على خاطر كل المتعهدين عاونونا، على خاطر المنتجين والمتعهدين اللي خدموا مع مهرجان بن زرد كانوا ديما مساعده كبيره في السعر وفي طريقه التعامل وفي لي كونترا. كانوا بالنسبه ليهم المهرجان ينجح والفنان ينجح، ومن بعد نحكيو على الباقي. هذا مهم، وعلى ذاك لقينا سهوله كبيره في الدوره هذه باش نحضروا لها. لي ريزو سوسيو اللي خدمنا عليهم، وقت اللي تلقى فيديو تقريبا ب 30 سكوند يعمل 2.5 ملايين في وقت قياسي، تفهم مش معناها. عملنا تجربه جديده سنه ومن بعد يحكيوا عليها الاولاد، انه جبنا اهل الاختصاص وبروفيسيونيل وبالخلاص، خاطر احنا المعروف علينا في مهرجان بن زرد الدولي ما عندنا حتى حد يسالنا مليل، لا متعهد ولا فنان ولا سيرفيس ولا خدام ولا حتى حد، واللي نتفقوا معاه واللي نتفقوا فيه نلتزموا به. وقت اللي نجيو ناخذوا احسن ماتريال نتاع سونو من عند احسن فورنيسور في تونس ونعطيوه حقه، تجينا حتى ريكلاماسيون بالله بجاه ربي ما سمعتش، ولا فنان تلقاه ستريسي سور سين خاطر الميكرو ما خدمش، وعلى خاطر ال 16 متر اللي يحطوا فيها برشا حاجات تعلمتهم في المهرجان هذا. يلزم يكون عالي الباف الفوقاني 16 متر هكا ولا باهي، وال 16 متر هذوما لازم يكونوا طالعين فوق شويه لفوق، على خاطر احنا المسرح نتاعنا هو طوله 16 متر. وقت اللي يبدا قدام مسرح يهز 7500 متفرج، هو اكبر مسرح في تونس يا مدام كوثر، اكبر مسرح في تونس بطاقه استيعاب هذه المرخص فيها قانونا. لو نجموا نتكلموا على مسرح يهز 10,000
والترخيص يجي فيه 3000. احنا مرخص ب 7500 والحمد لله يا ربي في الحفلات هذوما وفي السهرات هذوما نجحنا فيهم. فما حاجه اخرى اللي عاونتنا برشا على هم الزمان، اطاراتنا الامنيه والحمايه المدنيه اللي كانوا اعضاء في جمعيه مهرجان بنزرت الدولي، مش سلطه رقابيه، ناس تساعد وتعاون وتقف وتعتبر انه المهرجان غير نتاعها. خدامه البلديه يعتبروا رواحهم واطارات البلديه انهم المهرجان هو ملك شخصي، ناس ماضي ساعتين وماضي ساعه نتاع الليل ومازالت ما روحتش. فما شكون وقت اللي ديماري الحفله يقول لي هاو من اطارات البلديه، يقول لي هاو باش نعمل تنجيزه نرقد شويه ونرجع قبل ما توفى الحفله. ولادنا اللي خدموا في المهرجان سواء في الكوميونيكاسيون، سواء الخدامه اللي تنظف كل ركن من اركان المسرح، ما يروحوا لديارهم الا المسرح يرجع كما كان. الناس اللي تنظف العلاج، الناس اللي خدمت قلب ورب، هذوكم الناس اللي خدموا اكثر من نحن. صحيح احنا موجودين في التصاور، اما هاكم راهو اللي نجحوا المهرجان، بلديه واطارات امنيه وموظفين وخدامه نتاع المهرجان. احنا جوست رانا كنا اداه باش وظفنا هذا. انا اليوم نقول انه الحمد لله عملنا الدرجه الاولى، الخطوه الاولى. السنه باش نتعداو للخطوه الثانيه، ونعرف اللي الساده الاعلاميين واللي جيتوا منهم الايامات هذوما وقت اللي نحضروا في البرنامج حطونا مسؤوليه اكبر، ويعرفوا الاولاد الكل سواء في الهيئه في البرمجه او في الهيئه المديره انه ناس محملتنا مسؤوليه كبيره. فما هيكل اخر مهم برشا في بنزرت واللي برشا عركات ديما تلقى المهرجانات ووزاره الثقافه ولا مندوبيه الثقافه ماهوش متفاهمين. انا ساعه ما نعرفش وين جات وزاره الثقافه باش نبداو واضحين، والله حتى ما قرر لا نعرف. لكن علاش هذا؟ خاطر عندنا مندوب جهوي للثقافه سي فوزي ملازم للمهرجان. المنحه نتاع المندوبيه تتصب في وقتها وكان زم قبل شويه باش يساعدنا في الافتتاح، يرفع فيها على خاطر ما تكفيش، يضرب مع الوزاره ومع المؤسسه الوطنيه هكا اسمها والله حتى اسمها ولا نعرف، باش يدافع على المهرجان نتاعو. ما استحقيناش باش نمشيو لا للوزاره ولا لغير الوزاره. وحاجه اخرى، رانا احنا جمعيه متطوعه، ونهار اللي يقولوا لنا برا وحطوا نشدوا ديارنا. اما بالانتخابات، وهذا ميساج للناس الكل، احنا هنايكا باش نخدموا البلاد هذه، ولا 12 عضو نتاع المهرجان راهو ناس سخرت حياتها باش تخدم جمهور مهرجان بنزرت، ولا طالبين بلاصه ولا تنجموا تعطيونا بلاصه، ورانا ماناش مزيه نعملوا فيها. وخدمتكم سواء البنزرتيه ولا التوانسه ولا الاعلاميين ولا الفنانين راهو شرف لينا ونخدموكم بعينينا. علاش؟ خاطر نحبوا بلادنا شيخ، على خاطر بنزرت تستاهل منا باش نخدموها. وراهو الاخر نهار في الدوره هذه باش تلقاونا بنفس الحماس وخدامه حزام في المهرجان، وهذايا واجبنا. وسامحوني كان طول.